قدوته، سني في عقيدته، أمازيغي في أصوله، يويس مزيد، يويس مزيد، يويس وكال، يويس ووال، يويس ونوال، مغربي في وطنياته. سيعطوك في صحفي، تجيب إعلامي، تجيب قاضي، تجيب إمام، تجيب مفتي، تجيب فنان، تجيب شاعر، تجيب جيري، تحاور ولا تناور، تراجع ولا تتراجع، لا تخف لومة لائم في قول الحقيقة، تجد مجاهد إعلامي تقول الحقيقة أمام أي مسؤول وإن كان ظالما. طلب علي حق الله أنت ميزان الكلام، حيثما تميل الكلام يميل. سيدي عبد الله أنت هرم إعلامي، إن حضرت كل الأهرامات بك تفتخر. سيدي عبد الله أنت أسد الميكروفون، إن نطقت الميكروفون يختنق. يجي سيدي عبد الله أتمسك فدان الميكروفون البقية تزلزل البلاطو. المواصفات الإعلامي المرموق، الإعلامي الهادف، الإعلامي الذي يصبو إلى إيصال الحقيقة. إذا قلت سيدي عبد الله، لأن سيدي عبد الله لا يصنع الخبر ولا يصنع أخبار، يبحث عن الخبر، يقتحم الكواليس ويأتي بالخبر من وراء الكواليس. إذا كنت إعلامي لا الهدف التلك أن يوصل الرسالة. سيدي عبد الله يعني تساس الاعتدال عند الخطأ. إذا خطأ كل الغلط بكمال الله وحده، ومن الأخطاء نتعلم. ولكن سيدي عبد الله يخطئ يعتذر عن الخطأ، ولكن لميزان يقول لا يعاود أو لا يكرر نفس الخطأ. سيدي عبد الله يقول فهمتني الوقت ضيق، اللقاء معكم شيق، أن يوجد مرتبة 27 عام الإذاعة أكون فرحة والليل فرحة من يتغطى تحت الوركاش أتنقل هذا الشيء كله من الوركاش يبقى وانا يجي موران فاصل فاصل بلاطو فاصل الميكروفون الناس سواليها أشوف رأي صغار هنا غادي كنربي 5 دقائق بيدي حال يطلع الحظ ولا تمسك ودي جاكيزا صح أي صح قلت مدة البخاري كتب عربي صح يزيد مدة سعيد جليل يزيد مدة تبوكتير لي غير صفحة سيمغور رغم الناس المزاكي واليونان